قانون ميرفي رقم 1: توقع الأسوأ لأنه دايما هيحصل. قانون ميرفي رقم 2: أي حاجة بتتجنب إنها تحصل لك هتسيب كل الناس وتحصل لك أنت. أنا يا جمال، وده بارت 10 في سلسلة نشوف فيه في المسلسلات القصيرة. لو ليك في الفانتازيا والحاجات الغريبة هيعجبك قوي الترشيح ده. أنا دكتور رفعت إسماعيل، أستاذ أمراض الدم في الجامعة والمهتم بالمورائيات والقصص الخارقة للطبيعة والحاجات الغريبة. دي مقدمة أشهر سلسلة كتب للمراهقين اللي كتبها دكتور أحمد خالد توفيق. ولو أنت حقيقي فان ليها أكيد عرفت أنا بتكلم على إيه. بتكلم هنا عن مسلسل ما وراء الطبيعة، وهو من إنتاج 2020، وهو مكون من 6 حلقات، ومسلسل من بطولة أحمد أمين، رزان جمال، آية سماحة. المسلسل بيتكلم عن دكتور رفعت إسماعيل اللي هو دكتور في أمراض الدم عادي، ولكن دايما بتصادفه قصص عن الماورائيات والقصص الخارقة للطبيعة والحاجات دي، فبيجمعها وبيحكيها في سلسلة كتب، والمسلسل بيقدم بعض من القصص دي في حلقاته. لو انت من محبي السلسلة دي فممكن ما يعجبكش بعض التفاصيل اللي فيها لأنها اختلفت شوية عن الكتب، لكن لو حابب أصلا تدخل العالم ده عن طريق المسلسل هيكون مدخل لطيف جدا، مع الاعتبار ان الكتب اكيد احلى بكتير من المسلسل. بس الحاجة الإيجابية للمسلسل اللي هو خلانا نشوف أحمد أمين بطريقة مختلفة جدا عن الوجه اللي كان بيظهر بيه دايما، وهو الشكل الكوميدي. كان دور درامي جدا ما فيهوش أي ضحك، وحقيقي قدم لنا شخصية رفعت إسماعيل بشكل ما كانش حد يتخيله. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو أو سبسكرايب، وتابعني هنا دايما عشان أقولك نشوف ايه. بس كده، باي باي.